كلنا عارفين أنه اقرأ هي أول كلمة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه القراءة هي السبيل إلى نهضة الأمة، كله كلام محفوظ. ولكن لاحظت أن الشباب هذا الكلام ما بيأثر عادة فيهم. يعني الشاب يبغى يعرف أنا إذا قرأت ماذا سأستفيد، ماذا سأجني أنا شخصيا. لا تقول لي كلام كبير أمة ونهضة وهذا كلام جميل، ولكن أنا ماذا سأستفيد. فاليوم حنحاول نحول القراءة إلى أمر عملي. القراءة هي أفضل وأسرع وسيلة لتحقق أهدافك أيا كانت هذه الأهداف. فحناخذ تجربة معاكم، كل واحد منكم يقول لنا إيش هدفه، شيء يريد أن يحققه خلال شهر. قد تكون عادة سيئة تريد أن تقلع عنها، مهارة جديدة تريد أن تكتسبها، فكرة معينة تريد أن تكون حولها رأي معين. أيا كان الهدف اللي تريد أن تحققه، وظيفة تريد أن تحصل عليها، تبغى كيف تكتب السي في حقك، أيا كان. وأتمنى من المشاهدين أيضا كل واحد يختار هدف يريد أن يحققه خلال شهر. أنا أبغى ألاقي كتاب يساعدني في إدارة وقتي. اليوم أبغى أدور على كتاب ممكن كيف أمتص غضبي أو إني أخفف من توتري. أحتاج أدور على كتاب يساعدني في إني أمارس الرياضة بشكل يومي بدون انقطاع. في إنسانة مرة تعز علي وهي مسيحية، ما دام إن أنا وهي نتناقش على الإسلام بس ما عمرنا نوصل لنتيجة معينة، فأبغى ألاقي شيء الكتاب المناسب اللي يخليني أقنع بالإسلام. كنت دائما أسمع من الناس أنه كيف دبي صارت دبي ما بين كل المدن العربية، فكنت مبسوط من النجاح هذا وكنت أبغى أعرف مين وراء النجاح. فأنا حابة أني أتعلم أنه كيف أفهم اللي قدامي، أعرف هو كيف يفكر، أحاول أستفيد منه، أنه أكبر أو أصغر ما يفرق، أنه الواحد ممكن يستفيد من أي أحد. فأني بحاول أنه أعرف هو إيش يبغى، أنه عشان أنا أضيف لخبرتي كمان. أنا بصراحة ببحث عن كتاب كيف أطور نفسي، كيف أعطي للناس الانطباع الأول عن نفسي. أربع طرق أساسية لكيفية اختيار الكتاب علشان تتجنب أنه تختار كتاب ما يناسبك. أولا تسأل الناس. إذا أنت حددت المجال اللي تريده، أسأل أحد خبير في القراءة إيش في كتب مميزة في المجال هذا اللي أنت تريد أن تقرأ عنه، فسيحصر لك 4-5 كتب. الطريقة الثانية أو النقطة الثانية في اختيار الكتاب أن تقرأ جدول المحتويات، الفهرس، يوضح لك ما هي النقاط المحددة اللي سيتكلم عنها الكتاب، فتحدد هذه النقاط مفيدة لي ولا ما هي مفيدة. ثالثا كثير ناس ما يقرأوا التمهيد، والتمهيد جدا مهم لأنه بيديك فكر الكاتب وبيديك خلاصة الكتاب. رابعا ممكن الفهرس يعجبك وممكن التمهيد يعجبك، ولكن أسلوب الكتاب، أسلوب الكاتب ممكن ما يناسبك. فالطريقة الرابعة والمهمة جدا أنه تختار جزء من الكتاب وتقرأ أول جملة منه، أول جملتين وآخر 2-3. ليه؟ علشان الواحد يستشعر هذا الأسلوب. أسلوب ممكن الموضوع مهم والفهرس رائع ولكن أسلوبه ما نسبني، فما تختاره. فإذا توافقت هذه ال4 طرق معك فغالبا إن شاء الله سيكون الكتاب مناسب لكن ولكم. قريت الفهرس، في منه أشياء يعني بتنفع، بس إنه هنا إن وجدت نفسك شديد العصبية أو منفعلا أو سريع الغضب، هو هذا بالضبط، فربما تكون مصابا بتوتر مزمن من شأنها أن يؤثر على صحتك وسعادتك، لكن الآن تستطيع أن تحكم سيطرتك على حياتك بمساعدة 25 طريقة علاجية. وجدت والله كتاب للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نفسه، اللي هو حاكم دبي الآن. كاتب في سيرته الذاتية عن كيف بدأ، أول ما بدأ بإنشاء دبي والمرحلة اللي وصلها وإيش خطته المستقبلية. يعني لما قرأت التمهيد الآن كاتب فيه إيش تصوره لدبي بعد 20 سنة. فالكتاب أظن إن شاء الله يعني يكون هو اللي بدور عليه. عجبني إنه أنا بيكلمني على أساس إنه أنا بقرأ الكتاب عشان بلاقي على شيء، فبيجاوبني حاسس كأني بيكلم واحد وأنا بقرأ الكتاب. يعني اديني جملة كذا. يعني مثلا بيقول لك هل تكفيك لحظة واحدة ثم تدون إجابة موجزة على السؤالين التاليين؟ في السؤال الأول إيش الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله والذي إن فعلته على أساس منتظم قد يسفر عنه اختلاف إيجابي هائل في حياتك الشخصية. فبعدين يسأل السؤال الثاني كمان، بعدين يقول لك خلينا نرجع للإجابات لاحقا، فيبدأ يخش يعني كأنه بيكلمك حوار الكتاب. أيوه، فيعني انترستينج. طيب إيش الكتاب مرة ثانية؟ العادات السبعة للناس الأكثر فعالية. كل واحد عنده الكتب اللي في مجاله إن شاء الله، وإن شاء الله بعد شهر لقائنا تغييرات جذرية، كل واحد بإذن الله يحقق ما يتمناه إن شاء الله.
أعرف كيف أفكر بطريقة متزنة، إنه عشان أعرف أفهم اللي قدامي اكتشفت إنه أنا لازم أعرف أفهم نفسي أول. بديت أنتبه أكثر، إنه قوة الملاحظة عندي صارت عالية، وصرت إنه كمان ألاحظ نفسي أكثر قبل ما ألاحظ غيري. يعني صرت أنا أنتبه لنفسي لتصرفاتي، يعني زي أنا ما بحاول أقيم غيري صرت بقيم نفسي أول قبل ما أقيم غيري. بصراحة هذا الكتاب غير حياتي، لأن قدرت عرفت النقاط السلبية في ذاتي وعرفت كيف استغلها لأحولها نقاط إيجابية. عرفت أخطائي في شخصيتي، قدرت كيف أحللها. الشخص اللي قدامي إذا كان شخص كتوم ما يقدر يتكلم، ما يعني يحكي له، أعرف كيف أخذ منه المعلومات اللي أبغاها أنا منه، بس بطريقة هو راضي عنها يعني وهو راضي عني. كان في شيء مقنع فيه صراحة، إنه كان بيتكلم عن الإسلام أكثر إنه كدين. إنه لما تكلمت مع واحدة مسيحية كانت دائما تقول إن تربط أفعال المسلمين بالإسلام، فدائما نحاول أفرق لها إنه الإسلام مو هو نفس المسلمين، فإنه لما المسلم يغلط معك مو معناه إن الدين الإسلامي هو اللي غلط. فهذا يعني كان في كذا فكرة في الكتاب كويسة، عرفت أتكلم فيها مع واحدة يعني لقيت في الكتاب من كيف بدأوا في دبي إلى الخطة اللي بيفكروا يعملوها في عام 2010 إلى الخطة اللي بيفكروا يمشوا عليها عام 2050. الكتاب كان فيه أشياء كثير ما توقعت أني ألاقيها.